اهلا وسهلا بيكم في قناة تيسير ابو دهب. النهاردة معانا وصفة لذيذة جدا جدا، وهي وصفة طاجن اللحمة بالخضار. ورقة وقلم وتعالي اقولك على الوصفة اللذيذة دي. بس الاول ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. فلفل الوان، اول حاجة هنقطعه شرايح كده زي ما انتي شايفة. ده الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر بحيث يدي شكل للطاجن، وفي نفس الوقت يبقى طعمه لذيذ وحلو وفيه فوايد كمان. بعد كده هنجيب 3 حبايات بطاطس هنقطعها شرايح بالشكل ده زي ما انتي شايفة بالظبط، وتبقى قد بعضها بالظبط عشان ما تتهرش منك في السوا. وبعد كده هنجيب 10 حبايات توم زي ما انتي شايفة. هنقطع الحتة اللي قدام خالص نرميها على جنب، وهنقطع بقية الفصوص اللي توم زي بعض بالظبط عشان دي طعم جميل جدا، لان التوم برضه ليه فوايد وليه طعم حلو قوي. بعد كده هنجيب لحمة الخروف، او هنجيب لحمة بقري اللي انتي عايزاه على حسب ما انتي عايزة. هتقطعيها برضه شرايح قد بعض بالظبط عشان تستوي كويس. تقطعيها كويس جدا زي ما انتي شايفة، ويكون كله في سوا واحد عشان تستوي على طول، تبقى واخدة سوا الخضار يعني. بعد كده هنجيب 3 حبايات طماطم عشان نقطعها شرايح برضو زي ما انتي شايفة. برضو الطماطم ليها فوايد، كل الخضروات سبحان الله ليها فوايد جدا جميلة. بعد كده هنجيب طبق نفضي فيه اللحمة اللي احنا قطعناها شرايح. بعد كده هنجيب بصل صغير خالص نضيفه على اللحمة. بعد كده هنجيب شرايح الطماطم. بعد كده هنجيب شرايح الفلفل اللي احنا قطعناها هنضيفها للخليط. بعد كده الثوم اللي احنا برضو قطعناه، هنجيب كل حاجة قطعناها هنضيفها للخليط. بعد كده بعد ما نضيف الخضروات هنضيف معلقتين صلصة على حسب الرغبة. بعد كده هنجيب بقى التوابل، معلقة ملح برضو حسب رغبتك كده، معلقة ملح صغيرة طبعا. بعد كده معلقتين كزبرة، طبعا التوابل على حسب رغبتك على حسب ما انت عايزة. بعد كده معلقة فلفل اسود صغيرة. بعد كده معلقتين بابريكا، طبعا ملهاش مثيل البابريكا. بعد كده معلقتين صغيرين لحوم، توابل لحوم. بعد كده هنقلب الخليط كويس جدا جدا لحد ما الخليط يمتص التوابل والخضروات كلها تبقى متشبعة بالتوابل وتبقى متقلبة كويس جدا. بعد كده هنقسم الخليط نصين، هنضيف نص في الطاجن. بعد كده هنحط فلفل حار على حسب الرغبة، هنكون مجهزين شرايح الزبدة وهنضيفها على المكونات. بعد كده هنجيب الجزء التاني من الخضروات هنضيفه في الطاجن بالشكل ده، وهنكون طبعا مجهزين الفلفل على حسب الرغبة، فلفل حار هنسيبه على الوش كده، نضيفه على الوش بحيث يدي طعم. وهنضيف عليه كوباية مية بحيث تستوي كويس. وبعد كده هنضيف شرايح الزبدة زي ما انتي شايفة عشان تدي طعم كويس جدا، عشان تدي طعم. هنجيب ورق زبدة نغطيه كويس جدا 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 عشان يستوي كويس، وورق حراري عشان الحرارة تبقى متوزعة لما يدخل الفرن، ونلفه بالشكل ده. وبعد كده هنجهز الفرن، وبعد كده تبتدي تراقبيه تطلعيه من الفرن. طبعا جاهز على الأكل، جاهز على الجمال. شايفة الجمال؟ لا لا لا، شايفة الجمال؟ شفتي جمال كده؟ مفيش جمال كده. ما تنسيش تتابعينا عشان تشوفي كل جديد. كل ما تتابعينا هتشوفي حاجات أجمل من كده بكتير. أجمل طاجن، ألذ طاجن بجد. وتبتدي في التقديم تجهزي طبق على حسب الرغبة، تاخدي كمية وتضيفي، تكوني حاطة رز، ضايفة رز. وبالهنا والشفا على قلبك. وما تنسوش تتابعونا على قناة تيسير أبو دهب عشان تشوفوا كل جديد. أهلا بيكم، نورتونا.
وما تنسوش تتابعونا على قناة تيسير أبو دهب عشان تشوفي كل جديد.